السلام عليكم مشاهدين أخبار والثقافة من الشروق نيوز، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. عمل يومي لا نقابة ولا رقابة، عمل يومي لا نقابة ولا رقابة. من الشعر والتراث على إيقاعات الموسيقى وإيحاءات الكلمة. وتتابعون أيضا أهلا بكم. عاشت ليلة أمس عاصمة الثورة بشار جوا من الموسيقى في ثاني يوم من المهرجان الوطني لموسيقى الديوان في طبعته العاشرة إلى تونس، أين أحيت مدينة بنغردان على الحدود الليبية ليلة للتراث والشعر الشعبي في مبادرة من الأهالي إدانا بخروج المدينة من حالة الإرهاب التي عاشتها لفترة إثر الهجمات في الربيع الماضي. السهرة الفنية التي عاشتها دار الشباب بقلب بنغردان تراقص فيها الجمهور على إيقاعات الموسيقى وإيحاءات الكلمة التي نشطها شعراء شعبيون من ليبيا وتونس. محمد العيد لبيه تنقل إلى بنغردان في تونس وبعث بهذا التقرير. عمل يومي لا نقابة ولا رقابة، عمل يومي لا نقابة ولا رقابة. إن كانت قوتي ونعطي صوتي للعصابة، عمل يومي لا نقابة ولا رقابة. عمل يومي في توصيف وفي تعريف ريفي وعيبي هو نافي. في بنغردان التونسية يشعلون شموع على ما نذروه بسبب الأزمات السياسية لمناشدة السلام بين الشعوب، لكن بالشعر والثقافة الشعبية. على الحدود التونسية الليبية ليلة التراث والشعر الشعبي، وشعراء من البلدين الجارين حضروا للمدينة يصنعون بما تجود به قرائحهم فسحات فنية عنوانها القوافي. يا سارة هلك يا سارة هلك نقيهم نقاه، وبنغردان ما يديروا الخطايا. سارة هلك نقيهم نقاه، نقولها هم عز الرفق وهم نجواك لا صار الزلق، وهم من عاد كان الباب طق وفي الميعاد عيلهم سطاه. الشاعر طبعا احلامه كبيره برشا، والشاعر كان يبحث عن الحريه. الحريه طبعا اللي يحلم بها كل شاعر. بنغردان التي تبدو وكأنها مزارا لعشاق التراث والفن بتبدد ليلها سمرا وشعرا في مدينة حولها الحراك الثقافي إلى أنوار تلامس أحلاما طالما تطلع إليها الجميع. الوضع السياسي عدم استقرار البلد له دور، لكن مثلا من ناحية الغناء أو الفقر أو التقدم الحضاري لا أرى أن له تأثير على الكلمة، ولكن الاستقرار والأمن هو اللي يخلي الكلمة تعبر. وتقريبا اليوم جمعنا الشعر في سهرة مشتركة جمعت يعني من الأقطار المغاربية شعراء فطاحلة أو فحول، يعني فحول الشعر، كل عبر بطريقته عن هذا الحلم العربي الذي يترجاه كل مواطن، كل بطريقته. والشاعر يعني تقريبا في كل الفصول هو شاعر لكل الأوقات، يعبر عن ما يعني يخالج يعني شعور الشعوب. لا شك أن الشعراء دائما يحدوهم الأمل والحلم. حلم كل شاعر هو أن يرى بلاده في تطور، أن يرى المدرسة، هذه المدرسة الشعرية أيضا في تطور وتواكب كل الأحداث. ولا شك أن آمالنا وأحلامنا كبيرة. عادة ما تأتي الأحلام أكثر مع فصل الربيع، وبنغردان محطة بحلم ذي أفق يتقاسمه شعراء وفنانون مهاجرون إلى الطبيعة مع نهاية الصيف. شعرهم
بالشعر والفن والتراث نصنع الأمل، وبالأمل والثقافة نعيش الحياة. محمد العيد لبيه لشروق نيوز، بن قردان، جنوب تونس.